فانا طبعا لما لقيت الحكايه امبارح بتاعه المغرب واسبانيا وريال مدريد وايه بقى ليه المغاربه يشجعوا فريق اسباني في فريق عربي، وانه المصريين كانوا بيشجعوا المغرب بكل طاقتهم في كاس العالم، وكانت الفرحه بتبقى في المغرب وفي مصر وفي كل الدول العربيه، فكان متوقع من كل الناس انه ده اللي هيحصل. فلما ده ما حصلش كان بدأ بقى ناس تقول ده طبيعي وناس تستاء. ازاي المغرب ما تشجعش مصر وتشجع ريال مدريد؟ فانا قلت اعرف ازاي، يعني انا لما بسأل اسرش بقى. مبدئيا لو هنتكلم عن شعبية اصلا الريال مدريد وبرشلونة زي ما وليد الحديدي قال، والنوادي الاسبانية على اختلافها، فهي في المغرب كبيرة جدا. هو شرح، بس انا النهاردة بقى همسك تحديدا في ريال مدريد. في 2015 كان في احصاءات، كان مدير العلاقات في نادي ريال مدريد كان اسمه إيميليو بوتراجينيو، قال انه الاحصاءات دي بتثبت انه عدد مشجعي نادي ريال مدريد 450 مليون شخص حوالين العالم، يعني 6% من سكان الارض يشجعوا ريال مدريد. ايه الجمال ده في 2015. يعني هو دلوقتي اكيد العدد زاد بنسبة كبيرة جدا، وهقول لك ليه اكيد العدد زاد بنسبة كبيرة جدا. دي نقطة خليها معانا. احنا عندنا في رابطة المشجعين اللي هو الكازا مدريديستا اللي في المغرب، هي مؤسسة غير ربحية معترف بيها رسميا من قبل مؤسسة ريال مدريد والسلطات المغربية. بتعمل ايه بقى؟ بتجمع مشجعي ريال مدريد في المغرب، وبتعمل فعاليات اجتماعية وحفلات لمين بقى؟ لمجموعة المهمشين والأكثر فقرا. يعني مثلا من أبرز نشاطاتها تنظيم أيام رياضية للأطفال المحرومين بالتعاون مع بعض المؤسسات هناك، بيشارك فيها عدد أشخاص كبير. بتهدف لإيه؟ لتوفير أجواء احتفالية رياضية للصغار. لمين؟ للأطفال من خلفيات متغيرة، لتبادل الخبرات والنضال ضد إقفال دور الحضانة. بمعنى إنه هي دايما بتعمل على أهداف تنموية، إنه تحسين المستوى، إنه خدمة الطفل، إنه خدمة الشباب، إنه بتستهدف دايما الأطفال أو السن من 9 سنين ل 17 سنة. تمام. فهي دايما مترجتة حاجة معينة. نبدأ بقى في قصة الحب اللي حصلت بين المغرب وريال مدريد. 1920 وعلى ملعب ثانية الرمل كان في مباراة ما بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد. تمام. في المغرب. المغاربة شافوا المباراة انبهروا. ايه اللعيبه دي؟ ايه اللعب ده؟ ايه الحلاوه دي؟ انت عندك بقى مين؟ دي ستيفانو، خينتو، ريمان كوبا، وبوشكش، وهوجوش سانشيز. وكمان انه في الوقت ده كان في لاعب في ريال مدريد في كرة الطايرة كان مغربي اسمه عبد الرزاق العلام. فهم بقى حابين النادي ده جدا، زي ما احنا بنحب ليفربول بالظبط كده. بالظبط كده. فايه العظمه دي؟ ورغم انه ده بدأ زي ما قلت لك من 1920 الى انه اول جمعية الانصار ريال مدريد اتعملت سنة 2004 كانت في الدار البيضاء، وبعدها بسنة كان واحدة تانية يعني في مدينة تطوان. تمام. نرجع تاني بقى نقول ايه اللي بتعمله الجمعيات دي؟ تنظيم رحلات لريال مدريد وسانتياغو برنابيو، وتنظيم مجموعة من الأنشطة الاجتماعية بتستهدف الفئات الهشة. للمرة التانية اهو. أول بطولة خدها ريال مدريد في كاس العالم للأندية كانت سنة 2014. كانت فين؟ في المغرب. جامد والله. فايه اللي حصل؟ فلورنتينو بيريز حب البلد دي جدا وتفائل بيها جدا. قال لك بس انا هعمل 4 نوادي للأطفال في المغرب. في 2015 اتعمل 4 نوادي للأطفال، مش للأطفال، هي للشباب يعني اللي بتتراوح أعمارهم من 9 ل 17 سنة. تاني بقى كده، مع إعطاء الأولوية للمنحدرين من أوساط هشة والأحياء المهمشة. بمعنى ملخص الكلام ده كله إيه؟ إنه ريال مدريد عمل قاعدة على مدار سنين. يعني إحنا النهاردة في 2015 لما بنقول إن إحنا بنعمل نوادي لريال مدريد في 4 مدن مختلفة في المغرب لسن من 9 سنين ل 17 سنة. يعني هم عندهم كام سنة دلوقتي؟ من 17 سنة لحوالي 25 سنة مثلا. 25 صح؟ يعني كل اللي بيشجعوا ريال مدريد في المغرب في مباراة الأهلي
ده اقل واجب. ده انت عامل قاعده بتبني فيها بقالك سنين، مستهدف فئه معينه، بتركز معاها، بتنميها، بتقدم لها خدمات ترفيهيه او تثقيفيه، بتنمي مهارات كره قدم. انت عايش في الدوله دي وشغال على سن معين. ده اقل، ده طبيعي جدا انه احنا نشوف اللي شفناه امبارح في مباراه ده تخيلي الاهلي. فلورنتينو بيريز عمل كل ده لوحده، يعني دي مثلا مش دوله، اي مش حكومه، ده رئيس نادي لوحده عمله ده حقيقي. ده بس عظمة. فده كان ده منطقي جدا. يعني احنا بقى لو هنقول المشهد ده تاني بعد اللي وليد الحديدي قاله وبعد شويه السيرش اللي احنا عملناه، ده طبيعي جدا انه امبارح تشوف انه جمهور الريال هو الاكثريه من المغاربه.